السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. النهارده مولد النبوي الشريف، ربنا يعود علينا وعلى الامه الاسلاميه بالخير يا رب. هنعمل معاكم دلوقتي بقى الملبن. احنا عملنا معاكم الحمصيه والسمسميه والفوليه، وعملنا الاقراص السمسميه الحمصيه. قلنا بقى نعمل معاكم الملبن، وكنت ناوي معاكم بقيه الحاجات الحلويات المولد والله، بس الوقت اذن بيا الصراحه، يعني تتعوض ان شاء الله. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي، بس نخش على الوصفه. ما تنسوش لايك والشير وتفعيل الجرس. تعالوا نسمي ونقول بسم الله. احنا معانا النهارده كوبايه الا ربع سكر، ومعانا كوبايه الا ربع ميه، معايا معلقه كبيره عسل كلوكوز، معانا ربع كوبايه نشا، ومعانا معلقه جيلاتين، ومعانا رشه ملح ليمون، ومعانا فانيليا. اللي ما بيحبش الفانيليا وعايز يعمله زي بتاع يعني زي بتاع المحلات اللي بره بالظبط كده، بيحط ميه ورد. بس احنا صراحه ربنا مش بنحب ميه الورد. تمام. احنا معانا هنا حله على النار بقى، بننزل فيها بالسكر وعليها الميه، يعني ننزل السكر وبنحط عليه الميه، وما نقلبش خالص خالص طبعا، ما نقربش منها خالص، المعلقه ما تتحطش في قلب الحله النهائي لحد السكر بتاعنا ما يدوب. بصوا، هي الطريقه بتاعته سهله وحلوه وبسيطه وكل حاجه، بس هي بتاخد وقت على النار. يعني هي سهله صحيح، لكن بتاخد وقت معانا طويل على النار. انا عايزه اقول لكم يعتبر الملبن دون اطول وقت، يعني بياخد اكتر وقت في عمايله. سهل بس بياخد وقت طويل في عمايله على النار. تمام. المهم كده السكر بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، ده كله خالص اهو، ما فيش اي حبيبات سكر خالص. نزلت بالمعلقه العسل كلوكوز، وهتاكد خلاص بقى كده المعلقه، انا نزلت المعلقه عادي كده خلاص، لان خلاص السكر بتاعنا ده مش هنبقى خايفين ان هو يسكر مننا ولا اي حاجه خالص. تمام. هقلبه كده مع بعض المعلقه العسل كلوكوز، وهنزل دلوقتي على طول برشه الملح الليمون بتاعنا، وهقلبهم كده مع بعض كويس. دي رشه ملح الليمون، دي سنه بسيطه كده، اقل يعني يا دوبك سنه كده، ما فيش ربع معلقه لا خالص. بص، هو انا انتوا عايزين تضعفوا الكميه ضعفوها، انا عملتهم على مرتين على فكره. يعني انا عملت كوبايه الا ربع في كوبايه الا ربع، لان كنت عايزه اعمل كنت اعمله بالحبل. عملت الملبن اللي هو حبل، بس عملته من غير حبل فتله ولا الضم ولا اي حاجه، واوريكم دلوقتي اعمله ازاي. المهم معانا كده، اول ما غلت معانا كده الميه، نزلت بالنشا، كوبايه الا ربع كوبايه النشا، وعليها ربع كوبايه الميه، وقلبتهم على مع بعض كده، وهنزل عليهم على طول على السكر، على السكر بتاعنا لما غلي كده بالميه، على الشربات. هو يعتبر شربات كده لغايه دلوقتي، يعتبر شربات عادي خالص. ايدي بقى من هنا بقى هتبتدي، ايدي بقى ما تتشالش من قلب الحله نهائي خالص كده معانا. انتوا عارفين ده نشا طبعا، وعشان ما يحصلش اي تكتلات خالص كده معانا، فعلى طول ايدك فيه كده لمده يعني حوالي كده تلت ساعه، وانا متواصل كده تلت ساعه متواصله كده، وانا ايدي فيها تمام، ما بشيلش ايدي نهائي كده خالص من المضرب. طب يعني بصوا، عايزه اقول لك معلش، هي هتتعبي شويه، بس هي يعني هتاخدي نتيجه كويسه في الاخر يعني. تمام. شايفين زي ما انتم شايفين كده، طبعا انا طبعا مسرع لكم الفيديو طبعا عشان ما يطولش عليكم قوي. انتوا كده، هي كده انتوا تقولوا كده خلاص هي اتحولت كده تمام وبقت استوت وتمام، لا هي لسه، انت هتنكوا ايديكم فيها برده تاني لحد ما تلاقوا، تبصوا وانتوا بتلموا بالمعلقه كده هتحسوا انها بتتلم كلها معاكم كده. تمام. هي كده لغايه دلوقتي كده ابتدت تبقى زي المهلبيه اهي، لكن انت ايدك فيها تمام تمام على طول كده. هنا رشه فانيليا، وزي ما قلت لكم انتوا عايزين زي بتاع المحلات بره كده، حطوا معلقه ميه ورد. بس زي ما قلت لكم احنا ما بنحبش طعم ميه الورد. تمام كده خلاص. شايفين كده اتلمت معانا بالظبط، هو ده اللي انا اقصده بقى. شايفين انت بتتلم معاكم انها حته عجينه بتتلم ازاي. هنا بقى معانا معلقه الجيلاتين، نزلت عليها بحوالي 3 4 معالق كده ميه سخنه، وقلبناهم مع بعض ونزلت عليهم، وهتفضل بقى هنا 10 دقايق بعد ما نزلت الجيلاتين بتاعنا، 10 دقايق كده على النار كمان. يعني عايزه اقول لكم الوصفه كلها بتاخد لها على النار حوالي من ساعه الا ربع ساعه على النار. تمام. بس في الفتره دي عادي بقى، انت ممكن تسيبي شويه، ممكن تقلبي شويه، تركنيها شويه كده يعني مش لازم تكون ايدك متواصله فيها، بس اهم حاجه النار في الاول بتكون متوسطه، وبعد كده بتهدي النار جدا عليها عشان ما تتلزقش منك ولا تتلسع ولا اي حاجه. تمام كده. شايفين كده ابتدى القوام كده ياخد شكل الملبن اهو الطبيعي اهوت. شايفين كده كده يعتبر خلاص كده. انا خلاص ثواني كده بقى وهشيلها ارفعها من على النار، اتلمت معانا تمام كده خلاص كده وتقلت معانا. هجيب بقى دلوقتي، هجيب دلوقتي، انا عندي علب دلوقتي، عندي علبه او اي قالب هتعملي فيه. دهنته معايا دهن الزيت كده، ورشيت عليه. كان عندي نص كوبايه سكر بودره، ونص كوبايه نشا، او ربع كوبايه وربع كوبايه يعني عادي مش لازم. تمام. وصبيت فيها الكميه كلها في قلب العلبه كده، بدرت العلبه كويس جدا، وزي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هرش بقى على غطي الوش كله كده، وهركنها طبعا لحد ايه، اسيبها كده حوالي 3 4 ساعات
عفوا. بس. وهنا بقى انا كنت عملت نفس الكميه تاني، نفس الكميه ونفس المقدار هو تاني. يعني انا ما كنتش اعرف صراحه ربنا يعني المقدار ده يعمل معايا قد ايه، فقلت اما اشوف الاول. هو عامه احنا ملناش يعني في الملبن قوي، بس انا كنت عامله بس عشان التصوير مش اكتر يعني. فجيت عملت نفس المعيار تاني، نفس المقدار هو تاني، وعملته بقى ان انا اعمل لكم دلوقتي بال زي الملبن الحبل كده، بس من غير حبل ولا لضم بعين جمل ولا اي حاجه. بس كده زي ما انتم شايفين، كيس تلاجة عادي خالص او استريتش راب كده، ورشيته زي ما انتم شايفين كده بالسكر البودر والنشا، ونزلت عليه كده بشويه من ال من الملبن بتاعنا، وحطيت عين جمل زي ما انتم شايفين كده، وهلف الكيس عليه بما اني انا دهنه الكيس عادي خالص، فمش هيلزم، ما تقلقوش خالص كده زي ما انتم شايفين. عملته كده بشكل اسطواني ولفيت عليه كده رولته زي ما انتم شايفين، وهلفه كويس كده واسيبه زي الشكل الاسطواني كده، وبعدين هسيبه بقى لحد ما يمسك نفسه كده. وبعد كده هشيل الكيس خالص عادي. وده قلبين اللي هم بتوع حلاوه الموز العاديين دولت، انا بدرتهم برده بالسكر البودر والنشا، ونزلت فيهم بباقي المقدار اللي عندي، وعملتهم وما شاء الله برضو كانت حلوه جدا وطعمها حلو زي الملبن بتاع بره بالظبط بالظبط، مش هقول لكم يعني. تمام كده. انا غطيت الوش بتاعنا بالعسل بالسكر البودر والنشا وقلبتهم. كل حاجه بتبقى بسيطه وحلوه وجميله، جربوها مش هتخسروا حاجه. والمقادير بتاعتنا مش كده حاجه، كوبايه لو كوبايه الا ربع سكر يعني، مش غلبه ابدا. شايفين ما شاء الله ده الملبن اللي حابه اقول لكم عليه حلو جدا، شكله حلو قوي قوي. عايزين تزودوا المكسرات عن كده زودوها، عايزين تعملوها باي مكسرات ثانيه غير عين جمل اعملوها زي ما انتم عايزين. زي ما انتم شايفين ما شاء الله حلوه جدا جدا، شكلها حلو وكان طعمها حلو جدا زي بتاعت بره بالظبط، ما فرقتش اي حاجه خالص، وطريه جدا جدا وهشه خالص يعني طريه كده، ومش جامده ولا اي حاجه، بتاكليه زي الملبن بتاع بره كده، يمكن كمان اطرى كمان من اللي بنشتريه من بره ما شاء الله يعني. ايه رايكم فيه بقى؟ حلوه جدا، شكلها حلو وطعمها حلو جدا. لو عجبتكم الوصفه بتاعتنا النهارده اوعوا تنسوناش في اللايك والشير، وكل سنه وانتم طيبين. عملنا معاكم الحمصيه والسمسميه والفوليه وقراص الحمصيه، وعملنا معاكم الملبن. السنه الجايه عشنا وكان لنا عمر ان شاء الله اعمل لكم بقيه كل حاجه ما عملناهاش. وكل سنه وانتم طيبين كمان مره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.